اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد بقى، بس يعني فيديو كده كان أعصابي باظت بسببه. خير اللهم اجعله خير. شغلت الغسالة، دورة غسالة الصبح، ودخلت بقى أشرب الشاي بتاعي بتاع الصبح وافطر. لقيت الغسالة عمالة تعمل زيو زيو زيو. انا انا مش في دماغي اصلا ان الغسالة هي اللي بتعمل كده. قعدت ادور الصوت طالع منين، طبعا في هدوء الصبح كده، فالصوت ده خارج منين؟ اتاريها الغسالة جت عند قبل حرف الاف، وخلاص حلفت ما هي تشتغل. انا كنت حاسة بيها بصراحة، يعني لانها ابتدت الرجة بتاعتها هي كل فترة كده لازم تغير رمان بيلي. فانا حسيت بقى خلاص، يعني انا مغيراه بقى لي سنة، فكتر الف خير ان هو وصل لحد كده. طبعا كان فيها الغسلة ولسه حتى ما شطفتش ولا كملت الغسلة، يعني كان نص الغسلة يعتبر، لان انا بعملها على البي. فالحد الاف كده بيبقى نص الغسلة، هتبتدي بقى تشطف وتعصر والكلام ده كله. خرجت الغسيل طبعا عشان ريحته ما تبقاش كويسة، لان انا مش هعرف المهندس جايلي امتى. قلت اخلص بقى من الكارثة دي. خرجت الغسيل وحطيته في البانيو وفضيت الغسالة من المية. قعدت بقى جبت كوباية كده وقعدت افضي الغسيل، افضي المية قصدي. وبعد ما فضيت المية حطيت بقى الغسيل ورشيت عليه دوني، ونزلت عليه مية، وابتديت بقى ان انا مش قادرة اغسل على ايدي، انتوا عارفين ايدي وجعيني. عملته بس كده بالمعطر، وابتديت بقى ان انا اعصره واحطه في الطبق وطلعته يتنشر، بحيث ان هو هيتلم تاني. غسيل مش نظيف، يعني انا ما اكتفيتش بكده ان الغسيل كده هيتلبس، لا، مجرد بس لان المية بتبوظ اي حاجة وبتخلي ريحة الهدوم تغير، فانا عاوزاه ينشف وهغسله اما الغسالة تتصلح. نشرته، دخلت بقى اشوف هعمل ايه بقى. طبعا اول حاجة اتصلت بالمهندس، قلت له المهندس يعني اللي بيصلح لي الغسالة على طول. قلت له حصل فيها كذا كذا، قال لي ده برضو رمان بلي وه... طب هتيجي امتى يا باشمهندس؟ قال لي على الخميس. طبعا اللي حصل ده كان يوم حد، يا حد يا اتنين، شوفوا بقى مسافة من الاتنين للخميس 3 4 ايام اهو، من غير ما اغسل اي حاجة. هو يا دوب اللي كنت بغسله التيشيرتات بتاعة المدرسة والبناطيل، اكتر من كده ما كنتش بقدر اغسل بصراحة. فاللي في الباسكت ده حصاد بقى ال3 4 ايام. انا كزوزو بغسل في الغسالة ممكن مرتين في اليوم، فبالنسبة لي ان انا ابقى من غير غسالة 3 4 ايام دي كارثة. يعني انا شفت الغسالة دي قبل ما اشوف ولادي، دي 18 سنة. المهم طبعا كان فاضل لي وانا بنفض التويلت وكده، كان فاضل لي الشباك ما اتعملش والحته اللي فوق الغساله ما اتعملتش، ما كنتش نضفتهم. فكان نفسي اعملهم معاكم، بس هو بقى يشاء القدر ان الغساله تبوظ، فاضطر ان انا اعملهم. فضيت بقى كل اللي فوقيها. طبعا الفيديو ده ال6 دقايق دول يعني يومين مع بعض. فضيت بقى كل اللي على الغسالة وحطيته في البانيو وشلت الكفر. وطبعا الغسالة دي ما بتتحركش غير ما المهندس بيجي يصلحها، بعرفش اشيلها ولا بعرف اعملها. المهم طبعا جه عشان يصلحها، ما لقاش رمان بلي بس، لقى الاكس كمان بايظ. كام يا باشمهندس؟ 2500. ده يعني في الصباح الباكر كده، لسه من غير ما نعمل اي حاجة. طبعا ما اقدرش اقول لا، وصلحتها. يعني انا احييت مين هيجيب لي غسالة دلوقتي، وانا هجيب غسالة دلوقتي منين؟ صلحها، وهو بصراحة عنده امانة وضمير، يعني احنا 10 عمر. بعد ما مشي بقى ابتديت بقى ان انا الملم الدنيا كده، ومطرح ايديه بقى والشحم والحاجات دي. جبت حتة بكلور وابتديت ان انا انضف الغسالة، وبعد كده حطيت عليها الكفر وحطيت الرخامة، وابتديت بقى كل المنظفات بتاعتي غسلتها وصفتها وخرجتها بره البانيو، بحيث ان انا ارصها بعد ما اخلص. وده كان الباسكت الغسيل بقى، فضيته كده بقلب في الارض عشان اغسل. حطيت بقى فصلتهم كده، حطيت غسلة غوامق ماشي، وغسلة تانية الفواتح. هما كانوا غسلتين، يعني ما مش اكتر من كده، هما يبانوا ان هما كتير بس هما غسلتين.
هنا باحط البرسيل الجل أو الحاجة اللي أنا باغسل بيها بالغطا في الغسالة، ما باحطش في الدرج. قعدت أتفرج بقى كده وأملي عينيا إن الغسالة حبيبتي اشتغلت تاني، مش عاوزة أقول لكم فرحتي كانت إزاي. كانوا بصراحة 4 أيام بالنسبة لي نكد، إن الغسالة والغسيل عمال يتكاثر، وكان إيه يعني الموضوع كبر مني يعني. هنا بقى دي المنظفات بعد ما اتصفت والمنظمات بتاعتها غسلتها وصفيتها، رصيتها على الغسالة تاني. عاوزة اقول لكم بقى المنظفات اللي انا بستخدمها، في الاوكسي الجل الابيض ده للالوان، والاوكسي البلاك ده للاسود، وطبعا الكلور والكلوريكس الالوان دول انا بنضف بيهم اي حاجة. والازايز دي بقى فيها فنيك وفيها ديتول وفيها معطر وفيها شوية حاجات كده، والدوني بتاع منعم الملابس، وازايز شامبو بقى والحاجات دي المنظفات بتاعتي، والبخاخة فيها ديتول عشان اعقم بيها. وهنا بقى كان خلاص ابتديت ان انا انشر بقى، وفرحتي بالغسيل وهو منشور حاجة تانية. نشرت الغوامق جوه عشان ما تجربش من الشمس، ونشرت الفواتح بره. وده كان آخر اليوم بقى، ومش عاوزة أقول لكم فرحتي كانت يعني الفرحة ما كانتش سايعاني إن الغسيل اتغسل والغسالة اتصلحت. دفعت مبلغ، بس الحمد لله أحييت غسالة بقالها واقفة معايا بقالها 18 سنة، كتر ألف خيرها. كده الفيديو خلص، بحبكم في الله، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وباي باي.